يا شو هالزعامة هي؟ لك ايش هالمركز هاد؟ تسلم. معبي مركزك. تسلم. لك والله العظيم انت تسلمي. تسلم تسلم والله. شو اسمك؟ سميرة فران. لك والله والنعم. مديحة فران. من وين؟ من إدلب. لك والنعم. تسلم والله. مين بيساعدك في البيت في حياتك؟ أنا بالبيت أشتغل لحالي، ما هو بالبيت ما بعتمد على حدا. لحالي إيه، كل شيء بشتغل في البيت. بدنا ناكل نشرب نشتغل نعمة كيف؟ أنا بالبيت أي شغلة، ما أنا بالبيت شخص عادي، ما بتفرقني بالبيت، إنساني عادي بالبيت. نظامي. إيه، كل شيء بشتغل بالبيت نظامي يعني. طيب أصعب موقف صار معك في البيت وهيك حسيتي حالك فيه كثير مقهورة اشرحي لي إياه في هالعمر كله. صار موقف هيك كثير أثر فيك؟ أثر فيا في شغلات، مثلا أنا شفت أشخاص يعني كانت بحاجة لإلي وقت تطفى الكهرباء، كثير كانوا أشخاص بحاجة لإلي يعني الدنيا هني عازين عن ما تطفى الكهرباء، عازين. نحن كنا تطفى الكهرباء نساعدهم يعني، هذا أصعب أثر عليه، إن نحن يعني ساعدناهم وما خليناهم يعني يعني عندنا مرت عمي دخلت على الحمام عم تتوضا، عم تطفي الكهرباء فيه، جبنا طعم الحمام ما صعب تطلع، وشدة وطالعة وتقول لك مشي خلص أنا سحبتك، ما طلعتها من الحمام، بركتها على الديواني إلا حسيت في حطيت، يعني هلكتني هلاك يعني. عن جد أنا زعلت علي إنه إيش الموقف هذا، ما فيها تطفي الكهرباء بتصيروا أنت العجز مو نحن. الله أكبر. عن جد يعني عن جد عم بقول لك والله العظيم يا أستاذ، أنا عم بقول لك والله العظيم يعني صار اللي شايف قدامه بحاجة الكفيف. حاجة الكفيف، إيه عن جد والله العظيم. لك ما جيت لقولي سردينك ما زبطت. الله أكبر دغري. ايه والله العظيم مثل ما بحكي لك والله. ما طلعت لك اياها الا من الحمام على البيت، اقول لك هلكتني هلاك والله العظيم. وانت قلت لها إيه ما انا سيحتك مشي خلص. لا تخافي. مشي. صار لي 30 سنة هيك. قلت لها صار لي عمر انا قلت لها تطفى الكهرباء بتصيروا عندي بحاجتنا، بتصيروا انت بدكم بقى نعينكم ندوركم على القداحه وعلى الكبريتي وعلى الشمعه وين بقى دوروا. واني والله العظيم ربنا ربك انت. عن جد ما جبتها على البيت الا حسبت حالي هلكتني هلاك. ما بقى الكبريتي يدور لهم على الاغراض. القداحه ايه عن جد والله العظيم يعني. قسما بالله على الكبريتي وعلى القداحه كثير. ومره كنا من عند اهلي هاي الموقف، كنا عم نحط سحور عم نسلق بيض يعني، قامت طفت الكهرباء وضلت اكثر من ساعه اكثر. انا جبت هالبيت قشرت وبركت اكلت على السفره، وهن عم يستنوا اشو تجي الكهرباء لياكلوا، وانت شبعتي وانا شبعت شبعت قلت لها رايح انام، روحوا كملوا سحوركم لحالكم. لك اشو ما اكلت، شو انا اكلت؟ قلت له اكلت شبعت وهي السفره قوموا كلوا. ضبيت السفره وجليت؟ لا ما ضبيت، اللي بده يسحروا وراي عم يستنى الكهرباء تشتغل لحتى يسحروا. والله العظيم بدي بحكي لك والله ما بحكي لك يعني والله العظيم. شفت البيت قشرت واكلت وما حاسين انا ايش عم بساوي، هني ما عرفانين ايش عم بساوي، عم باكل ايش عم بعمل. طبقت السفره كملتها، لكن صار دينك. جبت السفره وسحرت والكل، وهني ما عرفانين ايش عم بساوي. انا ما عرفانين، ما عرفان بستنى الكهرباء تشتغل لياكلوا. هاي الناس تستحق مين يدعمها ولا ما بتستحق؟ اشو يا بكرم؟ حدا احتاجه وما حسنا تقدم له مساعده. نعم. فشوف هاي اصعب موقف عندها، فلازم كل شيء بيحسن يساعد هاي الناس ما يقصر. والموقف اللي شعرت فيه قال اصعب موقف، انا بقول لها اصعب موقف في حياتك، لك هذا الموقف صعب على اللي شاف. لكن انا عيني كثير عند اهلي كانوا كثير يعتمدوا علي هيك شغلات، انه بدنا ندير لها على شغله، يدير لها على بطل الكهرباء بيتلبكوا بحاله ما بيعرفوا ايش يساوي. يا ويلا يا حسرة. لك الا ايش نحن بنقول لا مش بيجيب، ما بيعرف يجيبوا شطانه وانت يا سميره هاتي هاتي وهاتي خدي ابدا. انت ايدنا واجرنا داخلك. اي والله بالك على حالك. اي والله يا استاذ انت عم بحكي لك والله العظيم. العافيه. خلي لي اياك.